ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. والنهارده معايا فيديو جديد، روتين جديد. ما تنسيش تعمل لايك الفيديو ده وتشتركي في القناه لو انتي مش مشتركه. بصوا بقى، انا هنصور بقى النهارده في الروف وفي الغرفه جوه. فتعالوا نشوف هنعمل ايه كده وهنبدا بيه. بصوا دونجل بقى قاعد حاطط السجاد. بصوا حطيت هنا. انا شلت السجاد بتاع الارض خالص على النجيله، وهغسل عملنا كده شلنا بقى السجاد اللي هو خلاص بقى من الشمس بدأ يدوب النجيلة والكلام ده، فبدأت شلتها كلها بصراحة. بس فقلت خلاص بقى اغسل هنا السجاد بتاع اوضه الولاد، فعايز يتغسل، وكمان هغسل سجادة تانية بتاعت الريسبشن. فقلت بقى كده اجيب الخرطوم والمية في الروف بقى ونقعد نغسل بقى ونبلبط براحتنا بقى براحتنا كده. فجبت اللي هو بريل بتاع المواعين، عندي اللي هو الجيركن ده الكبير اللي انتوا شايفينه ورايا ده. وجبت طبق بحيث ان انا احط فيه حبه وانزل كده بالبتاع ده بالخرطوم، وما يرغي كده ابدا احطها على السجاده وابدا ادعكه. الفرشه دي اللي في ايديا دي كان فيها كده عصايه زي عصايه المشة وتغسلي بيها وانتي واقفه، بس للاسف اتكسرت. وانا عايزه اغسل السجاد، فقلت لا خلاص بقى انا احطها زي ما هي كده وابدا ان انا اغسل بيها. انا اهم حاجه عندي السجاد يبقى نظيف يعني. بص دونجل، بص على شايفين ودانه في التصوير بقه بيحب اوي الميه. فانا لا قلت خلاص بقى اغسل السجاد، فهو عمال يجي عايز ان انا احميه بالخرطوم او يعني يلعب معايا في الميه، فانا مش عايزاه يلعب معايا في الميه بصراحه. بس بص ده شكل الانتريه اللي عندي في الروف، على فكره حلو جدا وخشبه زين وحلو قوي. بس انا حطاه علشان انا عندي انتريه جوه الشقه حلو، فانا حطاه هنا بحيث ان حد يجي يقعد في الروف والكلام ده وكده. وبالنسبه للسجاده اللي انا شلته، لو ما حد بيجي بحط سجاده هنا في الارض ونقعد عليها او نقعد على الانتريه. هيجي في مره كده ان شاء الله واصور لكم الروف اللي بره كده بقى شكله عامل ازاي بعد السجاد. شايفين الارض ده لازق فيه اسمنت. احنا لما جبنا خدنا الشقه اللي كانت على مش معمول لها سيراميك خلاص، فكان الجزء ده معمول بلاط. وانا قلت الكلام ده كتير على فكره في كذا فيديو، بس الناس اللي بتسالني شكله عامل كده ليه. فالناس اللي كانوا بيعملوا سيراميك جوه كان بيحطوا هنا اسمنت واي رتش او اي تكسير بتاع جبسون بورد او اي حاجه، ويقعدوا يعجنوا اسمنت وبتاع علشان يعملوا السيراميك جوه على البلاط. فطبعا ساب بصماته على البلاط وبوظ البلاط كله، فعايز حاجه اسمها الجلخ او يتنضف كده يعني. بس احنا مش لاقيين الراجل اللي هو معاه المكنه ينضف، فلما نلاقيه ان شاء الله نعمله. بس هو مش مقصر معانا في حاجه يعني، بس هو شكله هو بلاط اصلا تحتيه. بس فمسكت السجاده دي المشاية التانية دي وغسلتها برضو كده بالفرشة، والمساعد الصغير بتاعي جه بس فقلت اغسلهم بقى كده بحيث ان هما الدنيا طبعا حر وكده مش هياخدوا يعني ساعتين 3 وهينشفوا بكتير يوم يعني. بس هنغسلهم الصيف بصراحة بحبه اللي هو تغسلي الحاجة وبتنشف في يوميها، مش بتقعد يومين 3. الشتاء بضايق منه في غسيل السجاد بالذات، ان هو ممكن تغسليهم وتنشري المطر تيجي عليهم تبوظ اللي انت عملتيه كله. لفيتهم كده ولميتهم حطيتهم على جنب بس يتصفوا بس من الميه كده. وجبت كمان البتاعه دي اغسلها، الحافظه دي، لاني عندي الكلب الصغيره بتوسخها. فقلت لا لازم تتغسل بقى غسله نظيفه كده وبالفرشه، مع اني غسلها قريب بس علشان لا واخده الوسخ كله اللي داخل من باب الشقه فخفيفه بقى. فقلت اغسلها بقى بالمره بما اني يعني غسلت السجاده بتاعه الاوضه. هغسل دي كمان. بصوا هبلها كده. بص دونجل قاعد مندمج معانا مبسوط. هو بص هيتجنن ويجي على السجاده، بس كل شويه اقول له لا يعني بغسلها مش عايزاه يقعد لو لعب بقى وسبت له مجال مش هيسيبني. فعمال يلف كده ويجي ويروح. بص قعدت اغسل بالسجاده، حطيت حبه صابون في الطبق ومارو بينزل لي عليهم الميه بتاعتهم فتبدا ترغي كده بس وانا اغسل السجاده الحته اللي بتبقى متوسخه او يعني فيها بقعه ببدا ان انا اتك عليها شويه في الغسيل بحيث ان البقعه تطلع معايا، فبتطلع. السجاده هي لونها حلو بصراحه، بس بتوسخ بسرعه.
بس بما ان الصيف يعني الصيف بيحب نغسل السجاد كل شويه. بدأت ان انا اغسل. بص لما بلاقي بقعة برجع لها تاني، اللي هو ايه، بغسل البقعة تاني كويس، بلف فيها كويس. قومي تشجعي كده وتحمسي، وقومي بقى ايه، لو عندك سجادة ولا اوضة من الاوض زي كده فيها حاجة متوسخة، ابدأ اغسليها. الدنيا صيف، الحاجة بتنشف بسرعة. كمان خلاص اجازة بقى، مفيش، هنبدأ بقى ايه، الدروس والمدارس ووجع القلب الفترة الجاية، ونتلهي بقى في الشنط واللبس وحاجات كتير جدا. فربنا معاكم ومعانا يا رب. فبجد لا، فترة يعني انا من الناس اللي بحب الصيف، مش علشان الصيف حر وشتاء والكلام ده، لا، عشان اجازة بس مش اكتر. علشان بحب الاجازة، بيبقى في خروج، في فسح، في قعدة، مفيش دروس، مفيش مدارس، صحيان من بدري، تصحي وتنامي براحتك والكلام ده. فعشان كده انا بحب الصيف. في ناس ممكن تعترض معايا وتقول لي الصيف ده حر وفرهده وبتاع. لا، انا مش بتكلم في الصيف ان في كجو، لا، ك كقصه حياه يعني. كدروس ومدرسه بس مش اكتر. بس فهنا خلصت بقى، خلينا في السجاده وسيبنا من الصيف والشتاء والكلام الفاضي ده. خلاص بقى انا خلصت السجاده، قلبت كل الصابون اللي معايا، انا هعمل بيه هشربه، لا اغسل بيه بقيه السجاده يعني وكده. فقلبته بقى على السجاده، وبدات ان انا اغسل فيها كويس قوي، عشان لو فيها اي حاجه ولا بتاع، اللي هو انضفها بسمه يعني، اللي هو نظافه يعني. بدات اغسلها كده. بس بجد محتاجه تشجيع كده منكم ليا، بجد انا وصلتكم منكم الفتره دي، في ناس بتعلق لي كتير قوي، ناس بتحبني، فبجد ربنا يخليكم لي، احلى ناس في الدنيا. بس ايديا وجعتني اصلا من الغسيل يعني. بصوا حسيت مش قادره اعمل ايدي، مع اني يعني ما خدتش فيهم وقت ولا حاجه، بس ايديا وجعتني بجد. خلاص بقى جبت الخرطوم، وبدأت ان انا ايه، اشطف كده كل السجادة، اشطفها كويس علشان المها بقى واطبقها كده، وابدأ ان انا ايه، انشرها. بس في الحتة دي لقيت لما انا وانا بشطف لقيت فيها بقعة، فقعدت اغسل فيها، مش عايزة تطلع للأسف. هجيب بقى الصابون، ببعد مره بقى بالخرطوم كده، هجيب بقى الصابون وافضي كده نقطة ايه من البريل جامدة شوية، وابدأ ان انا ايه، اغسلها كده بالفرشة، اللي هو اركز فيها هي بس عشان البقعة دي تطلع. شايفين مركزة فيها قوي. لما طلعت بقى خلاص قمت بقى وشطفت كل السجادة وطبقتها كمان، واطبقها كده عشان اقدر اشيلها، لاني بتبقى تقيلة من المية. شايفين انا مش قادرة اشيلها، بصوا صاير. حطها بقى كده على المنشر وافردها واسيبها. احط كمان دول كده على جنب وافردهم بقى واسيبهم. تعالوا ندخل بقى الاوضه ونشوف هنعمل ايه بعد كده. خلصنا بقى السجاد، تعالوا على الاوضه. دخلت الاوضه كده، طبعا انا شلت الملايات بتاعتها عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. في حاجات بجد يعني الغسيل مثلا خدت وقت فيه، فشلت حاجات كتير قوي من الفيديو. وكمان شلت الملايات هنا والمخدات والخداديات، شلت كل حاجه ونضفت. وبدات ان انا اكنس، لان السجاد بتاعه الاوضه دي انا غسلته معاكم دلوقتي قبل ما اعمل اي حاجه في الاوضه. شلت الملايات وخدت السجاد ومشيت، غسلتهم ورجعت تاني ايه الاوضه كملنا. جبت ملايه بقى، قلت احط ملايه كده ساده باستك، ف عشان تليق على الاوضه، وفي نفس الوقت شكلها حلو يعني، لايقه على الستاير، مش عايزه اشيل الستاير وكده، فقلت خليها دلوقتي. خلاص هجيب بقى الملايه دي. عايزه اخد رايكم في حاجه. احط الملايه باستك فهتركب معايا بسرعه يعني، اللي هي بتبقى ماسكه في المرتبه. بصوا المرتبتين دول فيهم مرتبه تقريبا اللي انا بحط عليها مش تقريبا، هي اللي انا بحط عليها الملاية دلوقتي. المرتبة دي كب عليها عصير من الولاد، فالمرتبة تقريبا شكلها بقى مقرف. شكلها مش حلو خالص، ولونها اصفر باظ. فانا كنت عايزة حد يكون عمل وصفة مجربة، اللي هو اغسل بيها المرتبة، مش هغسلها غسيل المرتبة، لا، اللي هو انضف بيها المرتبة. حاجه بقى على الناشف، مبلوله، هي هتنشف بسرعه، اي حاجه، اي وصفه كده، بس تكونوا ضامنينها. عايزه حد كده يكتبها لي في الكومنتات ويقول لي مثلا الوصفه مكوناتها كذا كذا، ونضف واغسليها واعمليها كده وهي هتنضف معاكي. بس انا عارفه ان انتوا شاطرين كده وعندكم افكار كتير وعندكم حاجات حلوه، فقلت اسالكم في الحته دي، ان كان ممكن انضفها قبل ما احط الملايه، بس قلت لا اسالكم الاول علشان ايه، مش بصراحه مش عايزه اقعد اغسل بيها بالفرشه ولا حاجه،
فتقطع مني او احط عليها اي ماده تكون غلط مثلا على نفس الولاد، على كده بيناموا عليها طبعا. فقلت بقى اسالكم الاول، اللي مجرب حاجه معلش يقول لي كده في الكومنتات علشان اعرف ايه انضف المرتبه دي واعمل وصفه ان شاء الله معاكم. لما تقولوا عليها اخدها كده شوت سكرين واعمل الحاجه اللي فيها واقول لكم عليها، واقول لكم جابت نتيجه ولا لا. خلاص، فانا عايزه منكم بقى الحته دي. طبعا الناس اللي بتحبني هتكتب لي الوصفه، انا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين، بس هو ده اللي كنت عايزه منكم. خلاص بقى ندخل في الفيديو بتاعنا وهستنى تعليقاتكم. بصوا بقى، انا حطيت الملايه، بقول لكم الملايه باستك دي بتريحني، بحبها قوي على فكره. هي التانية ليها شكل ومنظر وكورنيش وحركات وكده، بس لا بحس ان مؤستك اسهل بكتير جدا. فحطيتها كده ولبست وش المخده، وهبدا ان انا ايه حطيتها، اخترت ان انا احطها ازرق عشان تبقى لايقه على الحيطه وعلى غرفه النوم. هي اصلا فيها ازرق في الالوان زي ما انتم شايفين كده، فقلت هيبقى شكلها اشيك يعني ان انا احطها ازرق ساده، عشان الستاير فيها اصفر في رصاصي في اسود في كده يعني. خلصت بقى اول سرير وحطيت له الملايه والمخده والخداديه. همسك بقى تاني سرير، بس قلت ابدا بقى ايه كده من الخداديه عشان هي دي اللي طلعت في ايدي. بس حطها بس كده المخده، وهبدا ان انا ايه ابدا كده ايه اخلص بقى المخده بقى الخداديه والمرتبه التانيين. فقلت المخده بقى بتاخد وقت مني شويه، لا انا اعمل بقى المرتبه. بصوا هلبس كده ايه المرتبه اهو، شايفين؟ همسك بقى الزاويه بتاعتها، بتبقي عارفه الطول من العرض في التطبيق، او انت بتطبقي خلاص انت عرفتيها لما تيجي تفردي بتبقي عارفه الطول من العرض بتاعت السرير بتاعك، ايا كان بقى طوله وعرضه بتبقي عارفاه. بصوا كانت في مش فاكره كنت اقول لكم ايه، والله في حد كان سألني على حاجه وكنت فاكره اقول اجاوب عليها في الفيديوهات ونسيت. مش مشكله، الفيديو الجاي ان شاء الله لو افتكرت بقى. خلاص بقى حطيت هنا كمان الملايه، نحط برضو ايه البس بقى وش الخداديه، ودخلت مارو يستحمى علشان طبعا اتبل من الميه، غرق نفسه في الروف وخرب الدنيا. فدخلته حميته وفصلت معاكم الفيديو بصراحه، عملت ستوب ودخلت رحت حميته ولبسته وقلت له اقعد هنا شويه. فكان بقى جاي بقى عايز ايه يسرح شعره كده، فقلت له استنى بقى اخلص السرير ده وسرح لك شعره. هو قاعد على الكومود على فكره وبيكلمني. الاوضه بقى مش همسح فيها ولا هعمل فيها اي حاجه، هسيبها كده لاني لو مش عايزه امسحها هي نضيفه انا كنستها بس. فقلت لا خليها بقى كده اما امسح بقى وافرش السجاد بالمره، فاهماني؟ بس طبعا مش هفرشه النهارده، لسه اصلا فيه ميه يعني لسه ما نشفش. حط بقى ايه المخده كده عليها توم وجيري، على فكره حطيت الايه المخده الساده مره. بصوا بقى جيت هنا اظبط له هدومه واسرح له كمان شعره، لاني كان مستنيني بقى ان انا ايه اسرح له شعره، لاني بحميه واسيبه شويه يلعب في الميه في البانيو او في الحمام التاني مفيهوش بانيو على حسب يعني هو حب دخل فين. وبعد كده ببدا ان انا ايه بعد خلاص بقى خلاص هلبسه وابدا ان انا ايه اسرح له شعره كده، وعملت له ايه حاجه شياكه زي ما بيقول. خلصنا اهو، بس حابه اقول لكم اعملوا لايك واعملوا قلب. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واعملوا لايكات كتير قوي الفيديو ده، واشتركوا في القناه لو انتوا مش مشتركه، وبحبكم جدا من كل قلبي. بس فاشوفكم في فيديو جديد، يلا باي باي باي.